ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ آخر مرة سمعنا عن سلسلة سامسونج جالاكسي اس 26 هتتأجل لأواخر فبراير أو يمكن مارس، وده أبعد بكتير من ميعاد مؤتمر سامسونج جالاكسي. هنبئكم اللي دايما بيبقى في يناير، لكن الجديد بقى اللي وصل اليومين اللي فاتوا بيقول إن سامسونج ناوية تعلن عن سلسلة الاس 26 يوم 25 فبراير في سان فرانسيسكو. سامسونج هتنزل 3 موبايلات، الالترا 26 والالترا 26 بلس والعادي، ومفيش حاجة اسمها S26 برو ولا ايدج حاليا لأنهم اتلغوا. طبعا ملك السلسلة لسه هو ال S26 الترا، جايب أعلى مواصفات، تصميم صندوقي من تيتانيوم، شكل الكاميرا الجديد مع القلم الاسبين كده، وشاشة قدام فيها معالج ضد الانعكاس. في تسريبات كده نازلة من ايس يونيفرس بيورينا شكل تقريبي لل S26 الترا، ويوضح انه ممكن يكون شكل الكاميرات قريب من تصميم كاميرا الزد فولد 7. وسامسونج ناوية تستخدم سنسور جديد 200 ميجا شبيب 2 بلس بفتحة عدسة أكبر علشان صور الليل تبقى أفضل وشاتر أسرع. البطارية تبقى 5000 ملي أمبير مع شحن سريع 60 واط. وبصراحة الأرقام مش كل حاجة، اللي يهم فعلا هو التظبيط والأومبتيشن. وشفنا قبل كده ايفونات ببطارية صغيرة 4680 بتكسر موبايلات تانية 6000 ملي، وفي 5000 ملي امبير مع 60 واط، يعتبر ممتاز قوي جدا. المعالج بقى هنا سناب دراجون 8 جيل الخامس، ده جاي بمعيار الاوريون من كوالكوم الجيل الثالث على 3 نانو، وسرعته 4.6 جيجا هرتز، واقوى 20% واوفر 35 في الطاقه من ال 8 اللي قبله. في تسريبات من كوريا كده بتقول ان نسخه الالترا هتجي بشاشه اي اي فيها ميزه اسمها فيليكس ماجيك بيكسل. الميزه دي بتستخدم الذكاء الاصطناعي علشان تضيق زاويه الرؤيه وتخلي اللي جنبك ما يشوفش الشاشه، زي لصقات الخصوصيه كده بس مدمجه في الشاشه نفسها. وسامسونج كانت عرضت التقنيه دي السنه اللي فاتت، وفعلا شكلها جاي مع سلسله الاس 26. والاحلى انك هتقدر تتحكم في الميزه الخصوصيه من الاعدادات، وتفتحها او تطفيها، تخليها تشتغل تلقائي في الاماكن العامه او لما تكتب رقم سري او تفتح الجربي. الميزه مفيده جدا لاستخدام اليوم، واهم مليون مره من حركه بلاش لازمه زي الشاشه ال 165 هرتز او الشاشه التانية اما بقى نسخه الاس 26 العاديه والبلس فلسه مفيش تفاصيل كتير، لكن متوقع معالج كوالكوم 8 الجين الخامس، شاشة ضد الانعكاس للجميع، والشحن هنا 45 واط، وبطارية من 4000 ل 5000 ملي، وهيشتغلوا كلهم بواجهة ال One UI 8.5 من أول تشغيل. والسلسلة 26 كلها هتنزل بواجهة ال One UI 8.5 اللي فيها تحسينات كبيرة للجالاكسي AI، شكل جديد وتخصيصات أكتر، ويا رب نشوف شوية لمسات من تصميم ال iOS كده 26. وقولوا رأيكم في الكومنتات، واستنوني الفيديو الجاي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا سلام.